المشكلة الآن هي في تصاعد النسب. يعني هذه الدول التي وقعت فيها حروب زي حرب الخليج الأولى 91 كان فيها الكويت والمنطقة الشرقية في السعودية، وأنا استضفت خبراء يورانيوم وقالوا أن هذه المناطق لا تصلح للحياة الآدمية الآن. نسب السرطان مرتفعة جدا في العراق. هل هناك تواصل؟ هل هناك حالات بتأتيكم من هذه المناطق؟ احنا بيجي لنا حالات من جميع الدول العربية وبنعالجها ببلاش خالص، بس هو الشرط الأساسي إن الحاجات دي لما تيجي إن أنا ما اكونش خدت علاج قبل كده. احنا شرط أساسي. حضرتك عارف المستشفى أكبر مستشفى سرطان في العالم 185 سرير. طبعا لما نقول الرقم 185 انتوا اكبر مستشفى سرطان في العالم. في العالم. المستشفى اللي بعدينا متخصصه في سرطان الاطفال 45 سرير، اللي هي فين؟ في سان جود في امريكا، اللي هي الموديل اللي احنا مشينا عليه الاكزامبل بتاعنا. طبعا الارقام اللي بتخش عندنا، احنا بنعالج دلوقتي 53% من الاطفال اللي عندهم سرطان في مصر، وخدنا تقريبا دلوقتي اكثر من 200 طفل من الدول العربيه، و53% من الاطفال. بس الشرط الاساسي ان ما يكونش خد علاج قبل كده، لان عايز اقول لحضرتك هي قصه. طب الشرط ده بيصعب على كثير من الاسر والعائلات. عليك انتقاء في تقريبا 9000 طفل بيجي لهم سرطان في مصر سنويا، ده غير اللي في الدول العربيه. فانت عليك تنتقي مين اللي هيخش المستشفى ب 53%. فتعمل ايه؟ هل تاخد واحد وانت تشخصه صح بالاجهزه بتاعتك، والتشخيص في المرحله الاولانيه بالاجهزه وبالتقنيه الحديثه بيسهل عليك العلاج قوي وبيقلل الاعراض الجانبيه على المدى البعيد. كيف تنتقي 53%؟ هل انتقيهم بالواسطه ولا ولاد الناس، ولا اقول ان انا هاخد عيان فريش واطلع بيه نتائج؟ انا محتاج احقق نتائج، ومحتاج احط ستاندرد رعايات طبيه عشان انقله للمستشفيات الثانيه. المستشفيات الثانيه زي ايه؟ السودان بيبني مستشفى دلوقتي واحنا بنساعدهم بقالنا سنه ونص، اسمها 99 لسرطان الاطفال. شكل المستشفى، الديزاين، التنظيم بتاع المستشفى، التدريب بتاع المستشفى، ابتدوا يجوا يدربوا عندنا الصيادله، ابتدت اول مجموعه للصيادله. التدريب في مستشفى دلوقتي في مجموعه دكاتره بريطانيين في انجلترا، في 400,000 بريطاني عراقي في انجلترا. عملوا مجموعه وبيجهزوا دلوقتي، وبعتوا اول مهندس بتاعهم عشان يبتدوا يشوفوا المستشفى، وهياخدوا نفس تصميم المستشفى اسمها مستشفى نور. هيعملوها في العراق. هيعملوها في العراق. مجموعه دكاتره من العراقيين اللي عايشين في بريطانيا. في مجموعه جت من اليمن. بمناسبه برضك احنا بنعمل جوه مصر دلوقتي مستشفى الثانيه في المستشفى الثانيه في طنطا 40 سرير بتمويل كامل وتحت اداره كامله 57. طب عندي سؤالين. نعم. الاول، كيف تستطيع الاسره او العائله ان تتعرف ايه الاعراض اللي ممكن تظهر على الطفل وتؤدي الى ان هم يحاولوا يكتشفوا اذا عنده سرطان ولا لا؟ المشكله برضك السؤال ده صعب، لان السرطان بيجي في كل حته في الجسم. يعني في سرطان في عين في الاطفال بيجي وهم لسه عندهم شهرين، فتشوف ميه بيضاء في العين. يعني شوف حضرتك قد ايه ملاحظه. تشوف مثلا ان بطن الطفل اتفخت بزياده، او حست مثلا ان فيها تضخم في اي عضو من الاعضاء بتاعتها. النزيف، سرطان الدم. ان الطفل يقوم الصبح من النوم كل يوم ويرجع، سرطان المخ. او يحس ان الطفل عنده عدم اتزان، سرطان المخ. انيميا، شحوب. لازم نسسبكت ان هو ممكن يكون عنده سرطان في الدم، او نتوقع ان هو يكون عنده سرطان في الدم. العظم، بيجي سرطان في العظم، فممكن نشوف في سرطان العظم الرجل انتفخت. ازاي مش بس كده. يعني عايز اقول لحضرتك برضه ميزه من ميزات الدعايه الاعلاميه اللي احنا عملناها على مدار ال 15 سنه في معهد الاورام واحنا ومستشفى 57، وهو امتداد لبعضه لان احنا الاثنين حاجه واحده. ان اللي حصل ان الدعايه دي ما جابتلناش فلوس بس، ان الناس ابتدت تعرف ان في سرطان في الاطفال. عارف اول ناس عرفوا ان في سرطان في الاطفال مين يا احمد؟ الدكاتره بتوع مراكز الرعايه الصحيه. ما شاء الله عليهم، بقوا بيشخصوا كتير قوي دلوقتي لان بقى عندهم وعي وابتدوا يقروا في هذا الموضوع. بيحاول عليك مبكر. احنا كنا زمان بنشوف سرطان العين جايه مدلدله تحت، دلوقتي ما بنشوفش الكلام ده. كنا بنشوف سرطان العظم، الورم طالع من العظم بسبب التاخر في التشخيص. دلوقتي بقى في ما شاء الله بقى في مراكز علاج كتيره جدا لعلاج السرطان في مصر وعلى مستوى واسع. الادويه الحمد لله ابتدت تكون متوفره بقوه. السؤال الثاني المهم هو الوقايه. هل يمكن الوقايه وتقليل النسب بدلا من انفاق المليارات على المرضى أن ينفق أقل من ذلك على الوقاية؟ لا سيما وإن إحنا الآن في جزء رئيسي من الإصابات هو نتيجة سلوكيات، مش عايزين نقول خاطئة، ولكن سلوكيات إجرامية بحق هذا الشعب وبحق الناس البسطاء والفقراء. أنا هقول لك حاجة. ديفنتلي الوقاية مهمة جدا. أول حاجة في الوقاية إن أنت تقي ابنك، ما تدخلش قدامه. تقي ابنك، ما تدخليش هو في بطنك. احنا الوقايه، احنا المفروض احنا نبقى حرصاء عليه. انا اللي ابقى حريص عليه. يعني انا اللي بمشي وارمي مخلفات المصنع بتاعي، المصنع الخاص بتاعي في ميه النيل. انا مش عايز، ما ينفعش يبقى في ضابط على كل واحد في البلد.
ان ما كانش الوعي والضمير بتاعنا والتوعيه توصل لكل واحد ان هو يحس انه جزء من هذا المجتمع. ما ينفعش ان الراجل اللي بيدي للفراخ هرمونات عشان يكبر الفرخه بسرعه او يدي هرمونات في المزارع السمكيه، ما حدش هيفضل يجري ورا الناس. الناس لو ما كانش عندها ضمير لازم الراجل ده يعرف من الاول ان هو وهو بيدي الهرمونات دي ان الهرمونات دي هتطلع في الفراخ، والفراخ دي هياكلها اولاده، هياكلها هنا او هياكلها هنا وهتحصل. الناس تبطل تحرق دقنها عند الحلاق عشان الهيباتيتس سي. دكتور السنان يبقى عنده وعي ان هو لازم يعقم كويس، ومش مهم ان هو يكسب اكتر، بس يعقم كويس، لان هو لو جرى العيان بتاعه هيباتيتس سي، التهاب كبدي سي، هيجي الواحد واثنين وثلاثه يمكن يوصل له في يوم من الايام. انا بقول ان الوعي هو وعي الشعوب، ان الشعب لو واعي هو هيقوم. الشعب لازم يبقى واعي. انا مش محتاج حد يقول لي ان انا مرميش زباله في الشارع، لو رحت رميتها يبقى عايزين مواطن عسكري لكل مواطن. حضرتك السلوكيات بتاعت الناس لازم يبقى فيها احساس. الناس تعرف ان الفلوس بتاعتها في الزكاه، ان الناس في المستشفيات مش لاقيه سرنجه. مفيش بلد في العالم يا احمد تستطيع الانفاق على الرعايه الصحيه ولا حتى امريكا. خليني اقول لك، انا حضرنا مجموعه من عندنا ازمه الرئيس الامريكي الان موضوع الرعايه الصحيه. بالظبط كده. انا عايز اقول لك حاجه يا احمد، انا بنحضر مؤتمر اسمه AFP Association of Fundraising Professionals، مؤتمر جميع التبرعات في امريكا. عارف الامريكان بيلموا تبرعات، بيطلعوا تبرعات في السنه بكام؟ ب 390 مليار دولار. 63% منهم بيروحوا للصحه والتعليم. كل المستشفيات اللي انا اعرفها واشتغلت فيها بره لا تستطيع ان التامين الصحي، حتى التامين الصحي الامريكاني، ان هو يغطيه، ولا البرايفت ولا الرعايه الخاصه. كلهم بيعتمدوا على التبرعات. لازم نقف ونقول يا جماعه انا ما اديش لاي حد انا ما اعرفش هو محتاج ولا مش محتاج، واروح اشوف المستشفى اللي جنبي، واروح ابني المدرسه اللي جنبي. لان بالتعليم انا هعمل درجه من الوعي ممكن الناس ما تخشش المستشفيات. نعم. عايز ارجع لنقطه يا احمد معلش، انت كنت سالتني عن البحث العلمي وخرجنا من الموضوع. لا احنا لسه فيه. البحث العلمي هو كل شيء، والناس لازم تطلع من انت عندك الاطباء الذين يعملون في البحث العلمي متخصصين، واظن متخرجين من الولايات المتحده. شفت اكثر احنا ابتدينا ناخد الناس اللي راجعه من الولايات المتحده عايزين يرجعوا، وابتدينا نجيبهم في عندنا في المستشفى. يعني حضرتك شفت مساجين قدامك ناس كانوا عايزين يرجعوا وجم، واحنا اديناهم فرصه ان هم يجوا بكواليفيكيشن، بس على شرط ان هم يجوا جايين عايزين يرجعوا يخدموا البلد بتواضع. حضرتك فاهم؟ يعني هي دي مشكله، ان في كتير قوي من الناس اللي راجعين ما يرجعولناش بالسوبريورتي، ان هو جاي ومستعد ان هو يتقبل ان هو ينزل معانا ويشمر دراعه ويستخدم العلم بتاعه ان احنا نقوم مع بعضينا. كان عندنا مؤتمر البحث العلمي، بس هرجع للنقطه الاساسيه في البحث العلمي. الناس واخده البحث العلمي ان هم الامريكان والبريطانيين الوحشين والدول الاوروبيه جايين، شركات الادويه بتاعتهم جايين يجربوا الادويه في العيانين بتوعنا. وده لا يحدث على الاطلاق. مش لا يحدث من ناحيتنا بس، يعني في عندنا ريجوليشن جامده جدا في وزاره الصحه. لا، هم كمان ما يوقفوش بسبب كل شركات الادويه العالميه دلوقتي لما تيجي تعمل بحث عن الدواء عايزه نتائج حقيقيه. فمش مستعدين ان هو ياخدوا نتائج مفبركه، لان هو لو خد نتائج مفبركه ولا تخضع لقوانين، الدواء اللي هيطلع ده هتطلع نتائجه غلط، والدواء ممكن يطلع غلط، وممكن الشركه تكسب. بس في قصص كتيره حوالين الموضوع ده، كلها برضه قصص سنويه. انا عايز اقول قصص سنويه. البحث العلمي النهارده كل البحث العلمي يا احمد داخل جوه النواه بتاع الخليه. انا لاحظت ايضا ان صار عندكم بروتوكولات للعلاج من تصميم المستشفى، من تصميمكم انتم. هي مش من تصميمنا، هي بروتوكولات تعارف عليها دوليا، واحنا خدناها ووضبناها. في علم اسمه علم الفارماكوجينيتكس او علم الجينات بتاع تقبل الادويه. انا قلت لك ان الجينات بتاعتنا هي بتطلع بروتينات، البروتين ده بيطلع انزيم. الانزيم ده لما انت بتخش، عايز ادخل في حاجه المشاهد مش يعني عايز اقول لك ان علم الادويه بيعتمد على الجينات هو كمان، وبيعتمد على الوراثه بتاعتنا. عند ضغط المشاهدين بس هاخد 2 أو 3 فقط عشان اكمل معاك.